جايبه لكم النهارده احلى وصفه جلاش هتاكلوها في حياتكم. سريعه ولذيذه ومغذيه جدا. سموها بقى الجلاش الكذاب، سموها الجلاش الاقتصادي اللي من غير ولا لحوم ولا فراخ، سموه الجلاش النباتي، جلاش الصايمين. بصوا انتوا اصلا هتحتاروا من جماله تسموه ايه ولا ايه، بس هو حاجه كده لذيذه وصحيه وبيتعمل في 10 دقايق، وهيحل معاكي ازمه ان ولادك ما بيحبوش الخضار، لانك هتخبيه جوه الجلاش من غير ما يعرفوا اصلا ان فيه خضار. اول حاجه هنا معايا بصلايه كبيره هشوحها في شويه زيت، تاخد كده ايه تشميعه كده ولونها يصفر. وبعد كده هجهز معايا حوالي 7-8 فصوص ثوم، وكمان هحطهم اول ما البصل زي ما قلت لكم يتحمر شويه. البصل طبعا بيبقى مفروم زي ما انتم شايفين او متقطع قطع صغننه. البصل والثوم انا عارفه انه بيودوا اي اكله وبيعلوا ريحتها كده في حته تانية. بعد كده معايا فلفلايه كبيره حمراء، ما عندكيش فلفل احمر حطي اخضر، حطي اصفر، حطي اي لون، المهم ان الفلفل طبعا كلنا عارفين فوائده، فلما بنحطه في اي اكله بيعلي القيمه الغذائيه بتاعه الاكله دي وهيدي الاكله كده غنى. وهنا كان معايا جزرتين كبار بشرتهم كويس جدا وحطيتهم بعد ما الفلفل بدا يدبل شويه على النار. بعد كده عندي بطاطسايه كبيره حلوه كده غسلتها وبشرتها كويس جدا وحطيتها. طبعا هنستنى بين كل حاجه وحاجه دقيقه كده عشان نحطها. ودي بقى 3 كوسات حلوين بشرتهم غسلهم طبعا كويس جدا وبشرتهم وحطيتهم على الاكله. شايفين كميه الالوان والجمال، حاجه كده خيال وخطيره. تخيلي بقى كميه القيم الغذائيه اللي موجوده في الاكله دي. نتبل بقى اكلتنا، هنحط كمون، بابريكا، فلفل اسود وكاري وملح طبعا وشويه جوز الطيب صغننين ونقطه جنزبيل صغيره عشان نعلي الاكله. طبعا زي ما انتم شايفين الخضار بدا ينزل الميه اللي هي بتاعه الكوسه وبتاعه البطاطس كده، كل حاجه بدات ايه تتشرب. لو حسيتي ان الخضار بتاعك لسه ما استواش والميه بدات تنشف زودي حبه ميه صغيرين. هاجي بقى هنا خلصت الحشوه هبدا اعمل التشريبه اللي هشربها للجلاش بتاعي. انا مش بحب اعمل مرقه، انا بحب اجيب انا اللي اعمل المرقه في البيت. هنا حطيت شويه ميه حوالي كوبايه ميه كبيره، حطيت طماطمايه مبشوره. هنا طبعا انا حطيت بقدونس الحشوه بتاعتي بس نسيت اقول لكم عليها. هنا زي ما قلت لكم بقى التشريبه كوبايه ميه كبيره، شويه التوابل الحلوه بتاعتك اللي موجوده عندك، ورقتين لورا، حبهان، كاري، كركم وطماطمايه مبشوره، وسيبيهم يغلوا على النار شويه واتفرجي على طعم المرقه اللي هيطلع عندك. ولو عندك كمان بصلايه صغننه ابشريها وحطيها مع المرقه دي. هنا بقى جبت صينيه بتاعتي وجهزتها وهحط لها زيت وهحط بين كل طبقتين جلاش فرشه يعني يا دوب نقطه زيت، لان انا مش عايزه ازود الدهون في الاكله دي، انا عايزاها تكون خفيفه ولذيذه. زي ما انتم شايفين كده كل طبقتين جلاش بحط الزيت بتاعي. وانا اصلا خلاص اوريدي كنت نشفت الحشوه بتاعتي كويس، فيها يعني جوسي شويه خفيف، فيها شويه ميه خفيفه خالص يعني. وادي هحط الحشوه بتاعتي. شايفين جمال الحشوه؟ عايزه اقول لكم كانت ريحتها تجنن، خلت الناس كلها هتتجنن وتاكل الاكله دي من قبل ما تستوي من جمالها ومن ريحتها. حشوه جميله وممكن تستخدميها في حاجات كتير جدا. بعد كده خلاص فردت الحشوه كويس جدا. هبدا بقى احط طبقتين جلاش وادهن دهنه خفيفه من الزيت، طبقتين جلاش وادهن طبقه خفيفه من الزيت. وبعد كده هقطعه كويس جدا كده قطع عشان لما احط التشريبه تشربها. بس انا الاول هدخله البوتاجاز وهو كده قبل ما احط التشريبه واسيبه ينشف حاجه بسيطه، يعني هحطه على درجه حراره 180 في الرف اللي في النص وهسيبه حوالي 10 دقايق كده، وهبقى مشغله زرار الهوايه او الشوايه والفرن طبعا بيطلع باللون ده. وهبدا بعد كده احط له التشريبه زي ما انتم شايفين لون خطير. وطبعا انا بتمنى ان وانتي بتعملي الجلاش تعدي كويس جدا عدد الجلاش وتقسميه بالنص عشان ما تلاقيش الطبق اللي فوق اعلى من الطبق اللي تحت او العكس. تبقي عدى الجلاش وتقسميه بالنص كويس جدا عشان اللي فوق يبقى زي اللي تحت.
ما تلاقيش الطبقه اللي فوق كبيره والطبقه اللي تحت صغيره. وهنا بعد ما سبته حوالي تلت ساعه في الفرن بعد ما حطيت التشريبه بتطلع النتيجه قمر زي ما انتم شايفين. جلاش لذيذ اقتصادي من غير ولا لحوم ولا فراخ، وكمان لذيذ ومغذي وصحي، وهتحلي بيه ازمه ان ولادك ما بياكلوش خضار خالص. بالعكس انت هتاكليهم خضار ومن غير ما يعرفوا، وكمان هيحبوا الاكله جدا جدا وهيطلبوها منك على طول. ما تنسيش بقى تعملي لي لايك وشير للفيديو وكومنت وتقولي لي فيه ايه رايك في الوصفه، ومستنيين وصفات ايه تاني مني اعملها لكم الفتره الجايه. باي باي واشوفكم فيديو جديد.